وصفتنا النهاردة العالم كله بيحبها، مفيش اختلاف عليها. النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم بالطريقة الأصلية، الطريقة القديمة. وصفة مش هتبطلي تعمليها، والطعم مش موجود غير في أرقى وأغلى المحلات. هتبقي فرحانة جدا وانت بتقدميها لأسرتك وضيوفك. سهلة جدا ومن غير مكنة. يلا تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجة نبدأ بسم الله والصلاة على رسول الله. اول حاجة هنعملها مع بعض المكون الاساسي للايس كريم وهو لبن النسلة. طبعا كلنا عارفين ان لبن النسلة غالي، فانا عشان اعمل كمية كبيرة من الايس كريم هحتاج كذا علبة. كوباية لبن بودر كامل الدسم 100 جرام، كوباية سكر 100 جرام، نص كوباية مية سخنة. نخلط المقادير دي كلها على البارد باستخدام المضرب اليدوي او المعلقة او الهاند بلندر او الخلاط. اي حاجة من دي هتديكي النتيجة. بالمقادير المظبوطة دي هحصل على علبة نسلة نفس الطعم ونفس التقل وممكن اتقل كمان. المكون التاني ومهم جدا للوصفة البيض. معايا 2 كيلو لبن، هحط لكل كيلو واحدة. بضربهم في نص كوباية لبن وبضيف ليهم الفانيليا. في ناس هتستغرب ازاي بيض في الايس كريم، هي الوصفة الاصلية بتاعته كده، وهو ده اللي بيدي طعم جميل جدا للايس كريم. وبعدين احنا بنستخدم البيض عادي في الكريم كراميل وفي حلويات كتير، هيفرق معاكي في الطعم قوي. الخطوة اللي بعد كده بخلط كل المكونات على البارد. 2 كيلو لبن غليتهم وبردوا خالص بالوش بتاعهم، مشيلتش الوش. بضيف ليهم 3 معالق نشا متدوبين في اللبن، 3 معالق نشا كبار. وبعد كده بضيف اللبن المكثف. انا كان عندي علبة جاهزة شاريها من السوبر ماركت، وكنت عايزة اعمل كمية 2 كيلو يعني، فكنت محتاجة علبة تانية، فقلت بدل ما اشتري علبة تانية اعملها معاكم. النتيجة جميلة جدا. هي تقلت شوية طبعا بعد ما بردت، وانا بزودها يعني، انا خففتها بشوية مية سخنة وخفت. عايزة اقولك ان اللبن المكثف اللي اتعمل في البيت كميته اوفر واكتر كتير من العلبة اللي هي الجاهزة، ومش هتلاقي اي فرق في الطعم. وبنزل بباقي المكونات. البيض، الجيلاتين من المكونات برضو الاساسيه بتاعه الايس كريم. بدوب معلقه جيلاتين كبيره في 5 معالق ميه، بدوبهم على البارد. بعد كده برفع الحله على النار وابتدي اقلب فيها وهدي النار. الجيلاتين برضو بسخنه على النار عشان نحط ده سخن وده سخن. بحط الجيلاتين في الاخر واسيبه حبه يمتزج معايا على النار، وبعد كده برفع المكونات كلها. انا مش عايزه قوام الخليط يتقل، انا عايزاه زي المهلبيه الخفيفه. اول ما المهلبيه تبتدي تتقل، اول ما الخليط بيبرد بضربه في الخلاط عشان عايزاه كريمي. في خطوه مهمه نسيت اقولها، ان انا قبل ما انزل بالبيض، ايس كريم بيكون محتاج سكر يبقى زياده شويه عشان ما يتلكش في الفريزر. السكر الزياده بيخليه ما يتلكش. بدوق السكر بتاع الخليط بشوفه كويس، محتاج سكر اكتر لان لبن النسله بيبقى مسكر قوي، فالمفروض ان انت بتظبطي السكر. انا بكرر كلمة نسلة كتير، بس دي اسم الشركة اللي عملت المنتج، لكن هو اسمه حليب مكثف، بس الواحد عشان اخد على الكلمة دي من زمان فطلعت عليه لبن نسلة. كده احنا جهزنا الايس كريم بتاعنا، هنبتدي نشكله. معايا كمية من المانجا حوالي كيلو. المانجا عبارة عن عصير مانجا صافي بدون اي اضافات مية ولا سكر، لان المانجا نفسها مسكرة قوي فما ضفتلهاش اي سكر. باخد حوالي كوبايتين من الكريمة اللي انا حضرتها وبضيفها للمانجا المتلجة، تكون متلجة، وبضيف ليها معلقتين كريم شانتيه وبضربهم مع بعض. قوام الايس كريم بيكون وسط، لا خفيف ولا تقيل. بعد كده بعمل الفراولة. معايا كيلو فراولة برضو ضربته من غير مية، بس الفراولة حطيت لها سكر، ضربت معاها سكر عشان الفراولة طبعا مززة، فبحط لها السكر المناسب ليها. وبضيف لها معلقتين كريم شانتيه وكوباية كبيرة من الكريمة الأساسية. برضو الفراولة بتكون متلجة، وبضربهم كويس لغاية لما القوام يبقى وسط. بعد كده بجهز ايس كريم الشوكولاتة. معايا باكو شوكولاتة خام سيحته في حمام مية. بعد ما برد خالص بضيف ليه الكريمة. بستخدم كمية كبيرة من الكريمة عشان الشوكولاتة محدودة، وانا عايزة كمية كتيرة من الايس كريم الشوكولاتة، فبزود كريمة كتير على الشوكولاتة. وكمان بضيف معلقتين من الكاكاو الخام، وبظبط السكر بسكر بودر لو هو محتاج سكر، وبضيف برضو قطع شوكولاتة. اخر نوع معايا هو ايس كريم الفانيليا اللي هي الكريمه الاساسيه بتاعتي. بضيف لها معلقه مسكه مطحونه بتديها طعم جميل قوي، وبزوقها بالفستق. طب ازاي ازود كميه الايس كريم اللي عندي وعايزه كميه كبيره؟ يعني الفواكه مثلا لو عايزه اكتر بزود مانجا اكتر، بزود فراوله اكتر، لكن بالنسبه للايس كريم الحليب والشوكولاته بزود الكميه باللبن ومعلقتين كريم شانتيه. وبعد ما اضربهم كويس قوي بكون مدوبه جيلاتين على البارد، وبضيف لهم كل واحد مثلا نص معلقه جيلاتين، نص معلقه صغيره، سواء للفانيليا او للشوكولاته. كده خلاص الايس كريم جاهز معايا. بدخله الفريزر حوالي 3 ساعات واطلعه اضربه تاني، وبعد كده بسيبه يوم كامل في الفريزر. كل ما سبتيه وقت اطول في الفريزر كل ما النتيجه بقت كويسه. بس اول ما يعدي عليه 3 ساعات في الفريزر بخرجه، بضربه تاني بالمضرب وبزينه بقى اللي انا عايزاه. احط مثلا فواكه مسكره، مكسرات، شوكولاته، قطع شوكولاته،
وبعد كده بسيبه بقى في الفريزر لمدة 12 ساعة 24 ساعة حسب ما يجمد معاكي، بس هو يوم كامل يفضل، يعني هو يوم كامل بيكون احسن. شايفين الجمال، الشكل جميل ازاي، ولا الطعم روعة روعة روعة. الايس كريم بالطريقة دي في حتة تانية خالص. عملنا ايس كريم المانجا، عملنا ايس كريم الفراولة، الشوكولاتة، الفانيليا، طبعا الفواكه كتير، اي فاكهة تقدري تعمليها ايس كريم. هنعملها مع بعض في فيديوهات تانية. طريقته سهلة وسريعة وهيشرفك قدام اسرتك وضيوف. جربيه مش هتندمي، وجربيه مع فواكه تانية اللي انت بتحبيها، هيعجبك. طعمه الغني جدا، حاجة نضيفة عملتيها بايدك. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير على الفيسبوك للقناة عشان يوصل لكم كل جديد، ودايما معايا ومنوريني في سفرة شرقي.